مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتوا طيبين بقى بمناسبة اقتراب بقى شم النسيم. والأول مرة بقى على القناة عندي هخلل معاكم الفسيخ ده كده. السمك اللي هو بتاع تخليل الفسيخ أنا جبته كده وغسلته من الخياشيم، وغسلته غسلة محترمة كده، ووقفته كده في علبة زي ما انتوا شايفين عشان انزل بقى كل الدم اللي فيه. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بينزل بقى كل الحاجات اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده. وسبته في التلاجة، لو عايزة تبيتيه تاني يوم يبقى أفضل يعني. فاحنا عشان مستعجلين عليه فسيبنا 5 6 7 ساعات في التلاجة كده. وجبنا بقى ملح خشن وحطينا عليه شوية شطة، الشطة دي كمادة حفظ. حطيناها على السمك ده، اسمه السمك البوري يا جماعة بتاع التخليل، عشان في نوع سمك تاني اسمه طبار، لكن ده كده تلاقي عينيه بتلمع كده وعريض من قدام. ده كده 3 سمكات كانوا كيلو. انا بجيب طبعا السمكة وافضل انشف بقى بالمناديل في الخياشيم بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللي بيطلع منها لازم ننشفها جامد قوي 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 بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، علشان السمك بتاعنا لما نخلله ما يعفنش او يحصل له اي عفونة. فلازم نخلله بالطريقة دي كده. نجيب بقى معاه بكرة كده مناديل كبيرة على جنب، ونبتدي ننضف بيها السمك. نفضل نعمل الحركة دي لحد ما نلاقي بقى السمكة من جوه كده نشفت معانا وبقت كويسة زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. بصوا كل دي حاجات بتطلعها السمكة. هفضل بقى اعمل الموضوع ده كذا مرة في السمكة لحد ما نحس بقى ان السمكة بتاعتنا ما بقاش جواها حاجة في الخياشيم. انتوا عايزين بقى تبيتوه من بالليل للصبح مفيش مشكلة، احنا بقى عشان مستعجلين عليه. كل سنة وانتوا طيبين بقى عشان خلاص شم النسيم قرب، واحنا بقى بنخلله لشم النسيم. ده هيقعد معانا في التخليل. طبعا عشان الجو الحر ده ممكن نسيبه 15 يوم لحد بقى شم النسيم ان شاء الله. فنفضل بقى نعمل الحركة دي كده كتير. وما تنسوش بقى حبايب قلبي تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. طبعا انا اول مرة بقى ايه انزل معاكم طريقة تخليل الفسيخ على القناة من ساعة ما فتحت، فانا حبيت كده افيدكم بيها. طبعا عشان نروح نشتري الفسيخ بره بقى باسعار غالية جدا جدا جدا، لكن احنا بقى هنعمله في البيت. هنعمله في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة. هنخلله طبعا بنعمل له زي مساج كده من الظهر بتاعه، ملناش دعوة بالبطن اللي قدام، من الظهر بس كده بنعمل له مساج بسيط اللي هو بنفتح الأنسجة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مساج بسيط خالص خالص زي ما انتوا ده بقى شايفين. السمك اهو بعد ما عملناه كده خلصنا بصوا للظهر. من كل الميه اللي فيه جبت طبعا وكل بقى بصوا الحاجات لونه اللي كده فيه بيبقى وردي من ونضفناه جوه كده زي ما انتوا بالطريقه دي. شايفين بقى كده. خلاص هنبتدي احنا نجيب بقى عملنا السمكية. هنا كده وده شويه الملح ملح بتاعنا، نجيب ملح خشن مش الملح العادي عشان ما يملحش معانا. باين ده يا مريم جبته وانا كده من بعمل. عند العطار، ودول كانوا هنبتدي 3 بقى نجيب سمكات كانوا الملح كيلو بتاعنا وحاجة ساعة بسيطة. بنتي في حتة من وش بصوا بنتي. هنبتدي بقى يا جماعة نحشي بقى الخياشيم نجيب بقى كويس نحشي كده بتاعة الخياشيم السمكة. بتاعتنا بصوا بصوا. بالطريقة نحط دي كده كده. قلب الخياشيم أهم خطوة معانا نحشي الخياشيم كويس ونحشي بتاعة كده السمكة. الخياشيم بتاعتنا. ده بصوا الملح زي ما انتوا اللي هو شايفين كده نحشيها الملح بالطريقة الخشن دي. عشان ناعم. بصوا نخلي كده الخياشيم ونحشي بقى بتاعتنا البوز من قدام والبق بتاع بتاعها. السمكة. بصوا بصوا ونحشي كده البق. لازم نحشيها بصوا بالطريقة لحد دي ما زي ما انتوا السمكية شايفين بتاعتنا كده. تتحشي كده من دي الخياشيم. الطريقة بصوا بتاعتي في التخليل، بجد هتعجبكم والبق جدا بتاعنا ونملاها كده وطريقته سهلة بالطريقة دي. وبسيطة ومش ده هتبطلوا الملح تعملوه. الخشن انا بجد وعليه عجبتني شوية شطة. الطريقة، وهنبقى نفتح عليه مع بصوا بعض بقى ان شاء الله بعد ما حشينا بقى يتخلل كده معانا ان شاء الله، وحطينا في واوريكم قد الأرضية ايه هو ملح. طلع جميل وحلو. نبتدي بقى نجيب كده شوية واهم حاجة ملح بقى من نختار فوق سمك يكون طازة. ده زي كان ما انتوا سمك طازة شايفين كده على عند السمكة. الراجل فانا جبته. طبعا كنت اجيب حجم اكبر ما أهم حاجة لقيتش، بقى في الخطوة فدول دي طلعوا بقى ايه الكيلو دول وحاجة. إن إحنا طلعوا نبتدي 3 سمكات. نقفل الكيس كويس. فانت بقى تقدري ايه تجيبي زي ما انت الكيس عايزة. بتاعنا بصوا أهم حاجة اهم حاجة بقى في نقفل الخطوة دي، الهواء ودي بتاعنا خطوة عشان مهمة جدا ميحصلوش هواء. جدا، ان احنا بصوا نفرغ الهواء أهم من حاجة كده الكيس نكتم وبنلفه في عليه. اكياس كتيرة.
نفضل نلفه في كذا كيس، بالطريقه دي كده بصوا. في اكياس كده تكون فاتحه بتاعه السوبر ماركت بقى، نجيب جنبنا اكياس كتيره كده. بصوا انا لفيته في كذا كيس. بصوا ونفرغ اهم حاجه الهواء من الكيس، علشان نخرج الهواء لو دخلوا هواء باين كده هيعمل عفونه ومش هيبقى كويس وهيبوظ مننا. فلازم نلفه كده في كذا كيس زي ما انتم شايفين اهو الشكل ده كده. نفضل نلف فيه كده غطيناها في كذا كيس. انا جبت كده 3 4 اكياس ولفيته، عشان وبعد كده هعمله بقى بالاسترتش راب. اهم حاجه بصوا الهواء اهم حاجه دي الخطوه دي مهمه جدا معانا علشان الفسيخ بتاعنا يبقى ناجح وكويس، ان احنا نلفه في كذا كيس. نخرج منها كده الهواء. وكمان لما نيجي نعمل الملح بتاعه ما نحطش ملح ناعم، لازم يكون ملح خشن من عند العطار، اللي هو الملح بقى الرشيدي من عند العطار. انا كده لفيته بقى في كذا كيس. هجيب بقى الاسترتش راب بتاعي. لو ما عندكيش هتفضلي بقى تلفي في اكياس كتيره وتفرغي بقى الهواء منه. وهنشوف بقى ايه الخطوات اللي بعد كده. هجيب بقى الاسترتش راب بتاعنا. بصوا هبتدي افتحه كده وهنشوف مع بعض. هنلف عليه بقى كذا طبقه من الاسترتش راب، علشان انا مش عايزه يدخل له اي هواء خالص في السمك بتاعنا عشان يتخلل صح ويبقى كويس. بصوا انا مش عايزه يدخل له هواء خالص. بلفه بصوا بالاسترتش راب كده كذا طبقه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. بلف بيها بقى السمك. انا حبيت بجد يا جماعه افيدكم اول ما عرفت الطريقه الصحيحه لتخليل الفسيخ. بجد كنا بنروح نجيب حته كده صغيره ب 100 و150. فعلى ايه بقى لما نعمله احنا في البيت بنظافه وبايدينا وضامنين الحاجه اللي احنا عاملينها في البيت بتبقى احسن بكتير. بالذات الفسيخ يا جماعه اسعاره ولعت نار وبقت غاليه جدا جدا في المحلات. وطبعا ايه احنا عايزين بقى ناكل في شم النسيم بقى فسيخ، سواء بقى خرجنا بره كنا مع اولادنا في البيت. فبجد من الاكلات المصريه الجميله هو الرنجه. ان شاء الله بعمل برضه تخليل معاكم الملوحه. بصوا فضلنا بقى نلفه كتير كتير زي ما انتم شايفين كده. بقيه السمك وارجع لكم تاني. انا عملت معاكم كده واحده وهكمل بقى الباقي واجيلكم. انا عملت بقى ال3 فسيخات بنفس الطريقه كده. بصوا ال3 سمكات عملتهم بنفس الطريقه ولفتهم في كذا شنطه وبالاسترتش راب زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي اهم خطوه، ان احنا نلف السمك بتاعنا كده بالطريقه دي. بعد كده بقى هجيب كيس اسود. دي بقى في المرحله الاخيره خالص خالص، ان انا هجيب كيس اسود واحط فيه بقى ال3 سمكات. لكن ما ينفعش في الاول ان احطه في كيس اسود، ما ينفعش الف السمك في الاول في المراحل اللي احنا عملناها في الاول بكيس اسود. احنا كده بنكمر وبنلف السمك معانا بكيس اسود، عشان بعد كده هنحطه في المطبخ في مكان مظلم في المطبخ ما ايدنا ما تجيش عليه. بصوا انا هلفه كده ولفيته بالطريقه دي كده. وهجيب بقى الاسترتش راب بتاعي عشان الف عليه برضو كذا طبقه من الاسترتش راب، بحيث ان انا ابقى قمره جامد والفه جامد علشان ما يدخلوش اي هوا. يا جماعه من نجاح الفسيخ معانا ان احنا نلفه في كذا كيس وكذا حاجه. وبعد كده بقى بالاسترتش راب بصوا افضل الفه كده جامد بالاسترتش راب زي ما انتم شايفين. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا لفيته جامد بالاسترتش راب. بصوا كذا طبقة. انا بحب اشارككم الخطوة بخطوتها عشان تعرفوا، عشان في ناس بتطلع كده في الكومنتات كده ايه تقعد تتكلم وتقول ايه انت بتتكلمي كتير، انت بترغي كتير. انا حبيت بقى اشارككم الخطوات دي عشان تبقوا عارفين
احنا بنعمل ايه بالظبط، كل خطوة بخطوتها. ده كده بعد ما لفته بقى من كل لفته كده من الجنب، وهلفه بقى من الجناب التانية. بصوا بالطريقة دي كده، بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. انا لفته برضو من الجناب، وهبتدي بقى اقطعه. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى معانا. هبتدي الفه من الجناب. بصوا بالطريقة دي كده. انا بتابع معاكم خطوة بخطوة عشان الفسيخ بتاعنا يطلع تمليحه كويس وتخليله كويس، وتاكلوه بألف هنا وشفا على قلوبكم. بصوا احنا كده هنلفها برضو الجنب التاني. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك الجميل بتاعكم، وتشيروا بقى الفيديو عشان غيركم يستفيد منه، لان بجد الواحد بيتعب عبال ما بيعمل لكم. انتوا عارفين طبعا فيديوهات الطبخ والوصفات والكلام ده كله بجد بتاخد وقت ومجهود مننا عشان نطلعها لكم بالطريقة او بالصورة اللي انتوا تحبوا تتفرجوا عليها، علشان كل واحد يستفيد. انا بحاول اعمل لكم وصفات في المطبخ على قد الايد. بعمل لكم فلوجات، لو اشتريت حاجة بعمل لكم ريفيو عنها عشان تستفيدوا منها، وبقول لكم مكانها. رحت مثلا مكان وعجبني بقول لكم عليه وبعمل لكم ريفيو عنه. فانا بحاول على قد ما اقدر والله يا جماعة افيدكم في القناة عندي. وطبعا انا اول مرة اخلل معاكم بقى الفسيخ على القناة، وان شاء الله باذن ربنا هنفتحه بقى مع بعض بعد 13 14 كده يوم. طبعا اللي عايز بقى يعمل يبتدي يعمل عشان الفسيخ بقى يخلل معاكم. ابتدوا بقى اعملوا يا جماعة بجد بطريقة سهلة وبسيطة. هنخلل مع بعض بقى الفسيخ في البيت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عملنا بقى الجنب التاني، وبكده بقى كمرنا بقى الفسيخ بتاعنا. بصوا يا جماعة هنحطه بقى كده بالطريقة دي في ضلفة مطبخ عندنا. انا هجيب كده، هبقى اجيب بقى صينية واحطه فيها. لو ما عندكيش بقى علبة مقفولة ما فيش مشكلة، تقدري تحطيه بالطريقة دي كده. اهم ما تنسوش حاجة يا بقى اللايك جماعة الدعم نقلب على بتاعكم، الفسيخ بحبكم كل جدا. 3 اجمل ايام متابعين في نقلبه على الدنيا. ظهره باي كده، باي. وباي باي.